عشان يبتدي يلتئم، ما يبقاش فيه ترهل. حلو. ده بيبقى مثلا كام كيلو في الشهر؟ لازم تتحسب على مؤشر كتله الجسم بتاع الشخص، يعني في شخص 100 كيلو، في شخص 120، في شخص 70 كيلو. بنحسب احنا الشخص ده هننزله من 4 ل 6، من 6 ل 8، من 8 ل 10. كل ما كان الوزن اكتر كل ما الشخص ده نزل في الكيلوات في الوزن اكتر. فاحنا كل كمان ما بيقل، عشان كده يقول لك ليه انا كل ما بخس ما اقعدش بخس زي الاول. هو اول شهر غير تاني شهر غير تالت شهر، لانك بتنزل نسبه من وزن مش عدد كيلوات معين. سين انا مثلا وزني 100 كيلو هنزل 10% منه يعني 10 كيلو. طيب واحد تاني 70 كيلو هينزل 10% يعني 7 كيلو. فالنسبة ثابتة اللي هي ال 10%، بس الكيلوات اتغيرت. يعني ما ينفعش مثلا اقول ان ده احسن دكتور عشان بينزل 10 كيلو، مظبوط. او ده احسن دكتور عشان بينزل 15 كيلو في الشهر. لا، هو ده ما مش صح. تحسبهاش كده. اه بص لطبيعة جسمك، بص لهيكلك، شوف انت العضلات نزلت ولا لا. عشان انا ممكن اعمل قياس الدهون الاقي الشخص ده واقع عضلات، اقول له ستوب، انت كده ماشي غلط. انا ممكن اديله نظام وهو في البيت ما بيعملوش، ما بيطبقش اللي انا مديهوله، فبالتالي هو بيحرم نفسه ومتخيل ان هو بيخس ومبسوط. فرح بالكيلوات اللي نزلها، بس صحيا هو دمر نفسه. عضل او ميه كمان، في ناس بتنزل ميه او ميه، وبعدين او بياخد بتلاقي حاجات تنزل الميه او غير. شخص بيبقى له طريقه في التعامل، في النظام الغذائي، في النظام الاجهزه اللي بنستخدمها للشخص ده. كل واحد لازم يبقى فاهم، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. كل واحد له طبيعه، انت طبيعتك مختلفه.